هذه الاجتماعات انتهت اللجنة إلى أن نقاط الأساس المصرية لا يدخل فيها الجزيرتين باعتبارهما سعوديتان، فكان طبيعي أن احنا لازم نوقع على اتفاق بهذا الأمر، لأنه أصلا دول مش بتوعنا. طيب يجي بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك طب ما كنا نروح التحكيم. أروح التحكيم إزاي ومصر مقدمة جوابات بتقول لهم دي بتاعتكم من الثمانينات؟ تمام. إزاي؟ يقول لك طيب وبعدين لو رحت التحكيم هخسرها من اول مره لان مصر هتروح تقول دول مش بتوعنا. فاترك غصه في نفوس الشعب المصري. البعض يقول لك استفتاء شعبي. ازاي؟ الماده 151 بتقول الاستفتاء فقط حاله تنازل عن الاراضي، واحنا ما تنازلناش، دي مش ارضنا، احنا احتليناها ورجعناها. لو هذا المنطق بتاع البعض يسود يبقى اسرائيل تخش تاخد طابه تاني. ما بتقول لك انا احتليتها فتره من الوقت، هاخدها بالتقادم، هاخدها عشان انا قعدت فيها فتره. زي ما البعض يطلع يقول لك تيران صنافير ما معانا مساحه 50 هو احنا ما لينا حق يبقى لنا حق فيها، وهكذا الحال. هو يمكن ربما ما بين مؤيد ومعارض لهذا الامر كان هناك امر اخر او راي اخر وهو التوقيت نفسه، فالكثير علق على هذا التوقيت. لا انا معك انه ما كان يجب اخراج هذه الاتفاقيه تمام في ظل زياره الملك سلمان وفي ظل وجود اتفاقيات اخرى. ربما الاخراج لم يكن بالشكل الذي كان يتوجب عليه، ولكن هو في النهاية هذا واقع عشناه، وهاتين الجزيرتان ليس ملكا لنا، ولكن هي طريقة إفهام الناس الأمر. يعني كان يتوجب أن يقدم. بعض الناس قالت لك إزاي كنا ندرس طول عمرنا تيران وصنافير إنهم مصريتين. لم يحدث لا النهارده ولا امبارح ولا في أي كتاب تاريخ إن قيل إن الجزيرتين مصريتان.